فعلا مرمل ولا كلام؟ اللهم بارك، اللهم صل على النبي. بصوا ما شاء الله نص كيلو ياكل فردين او ثلاثه يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. جامبو اطول من دراعي، دي ام الخلول عندها، اللهم بارك. بصوا، السلام عليكم ورحمه الله، ازيكم عاملين ايه؟ المره دي الفيديو استثنائي لما عرفنا ان في اخت لينا في العبور عندها مشكله. هي اختنا ام محمود بياعه الفسيخ. تعالوا كده نروح لها مكانها اللي لسه فاتحاه ما كملتش شهر. ان شاء الله كده ربنا يكرمنا كده ونقف معاها، واللي يقدر يساعد. هي مش طالبه اي حاجه، انا متاكد هي طالبه الناس تساعدها في منتجها وشغلها، خصوصا يا رب كتير جدا. وكلتك امري واستودعت. شايفين السمكية دي؟ السمكية دي من عند ام محمود بياعة الفسيخ. جامبو اطول من دراعي، واسعار جميلة جدا بصراحة. الست دي تستاهل الدعم. عندها رنجة مخلية كمان وسعرها جميل جدا، وبسم الله ما شاء الله الحتة على بعضها. الدعم والتقدير لازم نطلع لها منتجات. لو المنتجات بتاعتها عجبتكم يلا بسرعة اشتروا منها. تعال بص كده، بسم الله ما شاء الله، دي ام الخلول عندها، اللهم بارك. بصوا جامبو حاجه ايه تحفه، اللهم صل على النبي. دي رنجايه سمينه ما شاء الله، تعمل لها 2 أو 3 في الكيلو، ما شاء الله كبيره وسمينه. دي من ابو السيد. انا اوريكم بقى كمان الرنجه البطروخ المرمل بتاعت ابو السيد، اللهم بارك، اللهم بارك. تعالوا كده بقى نفتح واحده ونكسرها ونشوف البطروخ ده فعلا مرمل ولا كلام. اللهم بارك، اللهم صل على النبي. هو ده البطروخ المرمل بتاع ابو السيد. كمان عندها الملوحه الكلاب اللي انتوا شايفينها بتاعت السد الكبيره، بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا بصوا بقى الفسيخ المخلي عندنا عامل ازاي. بصوا بسم الله ما شاء الله، بصوا ما شاء الله نص كيلو ياكل فردين او ثلاثه يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بصوا البسارية، بسارية بالصوص الخطير بتاعنا. بصوا ده بردك ربع كيلو. بصوا ما شاء الله كميه كتيره ازاي. بصوا واحده بوحدتها ازاي. شايفين السردين المخلي الكميه دي نص كيلو. بصوا بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بصوا شايفين كميه قد ايه. بصوا كل ده هتلاقوه عند ام محمود وبس، واسعار تناسب الجميع. الرنجه والفسيخ. بص بقى كمان السردين عندهم، بص اللهم بارك، اللهم بارك. ده السردين بتاعها برضو، دي اللي بتخلله بايديها، اللهم صل على النبي. حاجه محترمه قوي، سردين بلدي 100%. فبشرني بما يفتح مداخل الرضا والسعادة في قلبي. اللهم لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء.